الفل، صباح الهنا، صباح العسل حبايب قلبي. اللي بيشوف الفيديو ده بالليل مساء الفل عليك يا جميل، واللي بيشوف الفيديو ده الصبح صباح الفل عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اي حد عايز يكلمني على الواتساب اعرض مشكله او اي حاجه، رقم التليفون 010 1646 2507. الفيسبوك بتاعي مروه العزب عربي ومروه العزب انجلش. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا. النهارده جاي اكلمكم في موضوع مهم يا حبايب قلبي. انا مش عارفه، هي الناس بتخلف، يعني في امهات بتخلف وبتنسى تربي. الموضوع اللي انا هكلمكم فيه النهارده ده حصل امبارح قبل الفطار ب5 دقايق. طبعا ساعه الفطار يا جماعه بيكون كل الناس طبعا روحت بيوتها، وبيكون الجو هادي في الشارع جدا. امهات بتطبخ فوق، وابهات قاعده وسايبين شويه عيال عندهم 15 و16 و17 سنه في الشارع. 4 عيال ماسكين اللي رايح واللي جاي، يقل ادبهم عليهم. شايفين بنات ماشيين، واحده ماشيه مع خطيبها وخطيبته معاها 3 بنات اصحابها وجايين من الشغل مروحين عشان يفطروا. فطبعا ان هي تبقى ماشيه مع خطيبها عادي جدا واصحابها معاها، ومش مركزه خالص 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 في الناس، لان الجو هادي، وشايفه ان العيال اللي بتلعب كره في الشارع دولت عادي اطفال. يعني معلش عيال مش بيعكسوها. هي الخطيبة الولد بيبو من الجيزة ما بقتش ترد، فهو لقى ان الموضوع، بيبو لقى ان الموضوع قلة ادب خالص في خطيبته واصحابها. بيقول لهم في ايه يا جماعة؟ في ايه؟ العيال اتلموا عليه، عملوا عليه حفلة. عملوا عليه حفلة. حفلة ازاي؟ بالطوب وبالشوم لغاية ما وقع في الارض. ولما وقع في الارض فضلوا يقولوا لخطيبته اهو ده اللي كان عامل راجل فيها، اه خلصنا لك عليه، خلاص خلصنا لك على خطيبك اللي عامل راجل. تصوروا يا جماعه، خطيبك اللي عامل راجل. لله الامر من قبل ومن بعده. خطيبته طبعا انهارت، بلغت شرطه الجيزه، تعالوا في حد عمل في خطيبي كذا كذا كذا. جم طبعا على الفور ونقلوه المستشفى العام في الجيزه. وطبعا ما كانش في الاستقبال مش عارفين ان الضرب اللي فيه ده من طوب من شوم من اي حاجه. هو متبهدل جدا، متبهدل جدا جدا، لدرجه ان هم مش عارفين يوصلوا ايه اللي حصل. فهو كان رايح ميت، يعني هو كان راجع متوفي. طبعا احنا مش هنقول حاجه غير حسبي الله ونعم الوكيل. دلوقتي يا جماعه قانون الطفل هم دلوقتي تحت ال18، فاخرهم 15 سنه. وبيبو راح ايه؟ بيبو راح في تقدروا توجهوا ايه كلمه لاي ام واي اب خلفوا عيال ومش عارفين يربوهم؟ توجهوا ايه؟ هو راح شربة ميه خلاص. بيبو خلاص راح في شربة ميه، يعني ما هو مات خلاص. لله الامر من قبل ومن بعده. والله يرحمك يا بيبو، وادعوا له بالرحمه يا جماعه.